مين وحش الاهلي زي يا جماعه؟ اخيرا وبعد طول انتظار الاهلي هيلعب بكره. يا جماعه كميه فراغ والاهلي ما بيلعبش، والله العظيم مفتقده جدا. يعني تقريبا الحاجه الوحيده اللي بحبها يعني. يا جماعه الماتش بكره الساعه 6 مساء على استاد القاهره. يا جماعه الاهلي بكره هيلبس يونيفورم تيشيرت احمر، واللي هو العادي البيزك بتاعنا، والشورت الابيض. حلو. في حاجه بقى عايزه اقولها. يعني احنا الاهلي طلب الساعه كامله للتذاكر. حلو. عشان الناس، عشان الجماهير تقف في ظهر الفريق. ايه اللي يحصل بقى؟ ايه؟ قولوا لي يعملوا ايه؟ الجماهير ما حجزتش الساعه كامله. يعني الاهلي طلب الساعه كامله والامن وافق، يوم الجماهير هم اللي ما يحجزوش تذاكر. فالاهلي منزل حاجه شبه خطاب او بيان يا ربي، بيقول ان ايه؟ بيقول يا جماعه احنا محتاجين الجماهير تقف في ظهرنا. يعني اللي هو احجزوا الساعه كامله يا جماعه. شباب القبائل والله انا مش عارفه، اصل الجماهير كده، احنا اصلا في العادي الجماهير بيحجزوا التذاكر كلها. يا جماعه ده احنا كنا بنحجز التذاكر لو الخصم اللي قدامنا، كنا بنشتري تذاكر من الخصم اكننا ونروح نقعد معاهم. يعني في يا جماعه، لا بس المره دي انا هقول لكم ايه اللي حاصل. الجماهير متفهه من الماتش والله العظيم. احنا متفهين. بنقول ايه بقى؟ ماتش سهل، شباب القبائل سهله، يعني احنا نعديها كده كده، فنروح ليه بقى؟ خلينا في الصعب. يا جماعه الماتش مش سهل والله العظيم، شباب القبائل مش سهله. فيا ريت نكون في ظهر الفريق وندعمه، لان الفريق عندنا بيحب الدعم. احنا فريق جماهيري بيحب الدعم. في فرق تانية تتمنى جماهير، فاحنا عندنا جمهور، فليه ما نروحش؟ نبخل يعني؟ نبخل ليه اصلا؟ فاتمنى ان الناس تروح الماتش، لان الماتش مش هيبقى سهل وهتشوفوا. بس اتمنى والله يعني نكسب ونتيجه ايجابيه وفرق سكور، اتمنى ان شاء الله. معانا حاجه تانية يا جماعه، عندنا اصابات. احنا عندنا غيابات. بص هو في غيابات، منهم اصابه ومنهم حاجه بقى معصباني، استبعاد فني. الاصابات هما كان عندنا، كان زيزو الحمد لله خف ورجع. زيزو في القايمه على فكره يا جماعه. عندنا بقى ايقاف جراديشار اصلا موقوف. ليه؟ عشان واخد طرد. عندنا بقى في اصابات بقى متقسمه بعد كده لاصابات واستبعاد فني. الاستبعاد الفني دي هي اللي فيها مشكله، لان انا اصلا ضد في ناس مستبعده فنيا، انا ضدها. يعني احنا اصلا مش عارف، يعني هم اصلا احسن من اللي بيلعبوا، فانا مش فاهمه يعني المدرب بصوا يا جماعه، احنا عارفين كده كده ان اشرف داري على طول مصاب، فايتس اوكي، يعني هو واخدينه في خانه المصابين. حسين الشحات مصاب واحنا عارفين، تمام. الباقيين بقى استبعاد فني. بصوا هو عبد القادر، محمد شكري، مصطفى العيش، احمد رضا. انا عايزه اعلق على اتنين. هو عبد القادر ليه استبعاد فني؟ مش هعلق عليه قوي، بس عبد القادر برضو كنت انا شايفه انه يلعب. محمد شكري احسن من كوكا يا جماعه. ده احنا كوكا حرق دمنا والله العظيم. يعني كوكا، بصوا يا جماعه مع احترامي لاي لعيب والله العظيم، بس في حاجه اسمها لعيب يعني يرقى لمستوى نادي معين. في لعيبه كده، يعني فكره ده في كل النوادي، يعني حتى تلاقي في ناس تقول لك على لعيب معين كده، يعني خساره فيه التيشيرت اللي هو لابسه، يعني مستواه ما يجيبش التيشيرت اللي هو لابسه يا جماعه. كوكا شكري احسن منه بكتير. يعني كوكا لما يعني شكري يا ربي لما بينزل انا بحس ان في، عارفين الروح القتاليه اللي بتحب التيشيرت الحمراء، والله العظيم بحس عند شكري كده. كوكا لا، يعني اللي هو بجد ما كانش خالص. يعني يا جماعه انا بكره بجد اللي طريقه اللعب دي، يعني بجد انا ضد كلمه استبعاد فني. يعني ايه استبعاد فني اصلا؟ ما الناس دي كانت بتلعب ومقطعه نفسها، يعني فاهمين؟ انا معلقه على الموضوع ده، مش عاجبني بصراحه، يعني قولا واحدا انا الموضوع ده انا ضده. وعايزه اعرف اصلا يعني ايه استبعاد فني وهم غايبين ليه. دي كانت لعيبه كويسه في الملعب، فانا ما بحبش الجمله دي، ما بحبش المدرب حتى يرمي الكلمه وخلاص. يعني لو انا ادرى، طب ماشي انت ادرى فهمنا، احنا بنفهم برضو. عايزه افهم يعني ايه. الحاجه المبشره بقى يا جماعه، عوده العوده. امام عاشور راجع يا جماعه اخيرا، وبعد طول انتظار امام عاشور خف الحمد لله وراجع بكره. بس بتهيألي كده كده يعني مش هيبقى في بدايه المباراه، لانه لسه راجع من اصابه، بس ان شاء الله هنشوفه في الملعب اخيرا يا جماعه. عوده العوده، ده الخبر المفرح النهارده. اول ما شفت بص اللي هو ايه، مش حاجه حلوه يا جماعه. الحاجه الاخيره معانا يا جماعه، انا في تشكيل امثل كده انا عايزاه، يعني اتمنى انه يكون موجود. اتمنى. طبعا هو حطم لي الاماني بتاعتي، عشان هقول طبعا. بصوا هقول لكم ايه اللي حصل بالمدرب بقى. الحارس المرمى الشناوي ده كده الشناوي ليه؟ الشناوي عنده خبره، غير كده وكده لازم نرجع له الثقه اللي حسام حسن فقدها له بصراحه. لما يطلع لما يطلع الشناوي بالطريقه المهينه، والله طريقه مهينه، كنتش عايزه اقولها بس هي طريقه مهينه بالطريقه دي، فهي طريقه مهينه، انت بتهني تمام. طبعا احنا عندنا اصلا الحراس المرمى بيحبوا بعض،
وهو بيعتبر يعني شوبير حتى بيعتبر الشناوي الكابتن بتاعه. احنا ما عندناش المشاكل بتاعت النفسيه بتاعت الفرقه الثانيه دي، بس حسام حسن غاوي يعمل مشكله ما بين الفريق والله العظيم. يعني انت اعمل مشكله بين لعيبه ثانيه، طيب بلاش احنا فريقنا، يعني سيب فريقنا الله يعني الله يرضى عليك، سيبهم زي ما هم كده. فمش فاهمه هو كان بيعمل ايه حسام حسن. المهم فلازم نرجع الثقه للشناوي. الدفاع يا جماعه هاني وياسر وياسين ده كده كده. هي بقى حاجه جايه تمام. بصوا يا جماعه احنا عندنا يا ربي كوكا هي دي مشكلتي. هاني ياسير هاني يا ربي ياسر ياسين كوكا. انا كنت عايزه شكري، مش عايزه ياسر، كنت عايزه كوكا. طبعا المدرب خلاص يعني صدمني في قلبي وخلاص. قال لي لا احنا كده شكري مستبعد فنيا. خط النص يا جماعه مروان عطيه وديانج وبن رمضان. طبعا هنحط بن رمضان ليه مكان تريزيجيه؟ لان تريزيجيه اصلا يا جماعه راجع من اصابه، فكده كده مش هيقدر يلعب الماتش كله، مش هينفع، هينزل تاني على الشوط التاني ده كده كده. عندي بقى حاجه ثانيه يا جماعه في التشكيل. تريزيجيه يا جماعه احنا ناسيين حاجه مهمه. يعني انا حاسه ان في ناس بتتكلم على السوشيال ميديا وناسيه حاجه مهمه قوي 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 اللي انا لسه قايلها، والخبر المفرح ان امام عاشور رجع. يعني الحمد لله راجع من الاصابه بس رجع الحمد لله. الناس اللي ناسينها ان تريزيجيه ممكن ينزل مكانه اصلا جناح شمال. هو فيها يا جماعه يعني انتوا في ايه؟ لان خلاص الحمد لله امام عاشور كان حاصل عندنا اللخبطه دي بسبب اصابه امام عاشور. امام عاشور الحمد لله رجع، فممكن ينزل مكانه، وتريزيجيه اصلا ممكن ينزل مكانه عادي جناح شمال، ده الطبيعي. الناس بقى على السوشيال ميديا والله كانها سقطت امام عاشور من تشكيله ومن حياتها ومن كل حاجه. يا جماعه الحمد لله امام عاشور رجع وخف الحمد لله. مش هينزل البتاع كله، فعشان كده بقول نبدا ببن رمضان، لان كده كده انا عارفه ان تريزيجيه مش هيقدر يلعب الماتش كله عشان لسه مصاب، وكذلك امام. بس خلاص يعني الحمد لله كل حاجه هترجع لمكانها، ومش هيبقى عندنا اللخبطه اللي كانت حاصله دي. حتى ده هيخلي الفريق احسن، كل واحد بيلعب في مكانه بس، فده هيدي اريحيه للعيبه حتى، ونعرف نحاسب اللعيبه صح. عندنا جناح شمال يا جماعه بن شرقي، وجناح يمين زيزو، لان الحمد لله زيزو رجع كويس عشان كان في زي حاجه بسيطه كده حصلت له في المنتخب، الحمد لله رجع. وعندنا الهجوم يا جماعه محمد شريف. اخيرا بقى يا جماعه بجد بجد لازم اللعيبه تساند الفريق. الفريق محتاج مسانده كبيره قوي، لان مفيش حاجه انا ضد يا جماعه ان احنا نستهتر باي فرقه، ضد ان احنا نقول على اي فرقه دي فرقه هبله او دي فرقه احنا نكسبها بسهوله. طب والله العظيم الواحد ما يخافش غير من اللهبل، يعني فاهمين؟ فلازم احنا نساند الفريق. لازم يا جماعه من امتى احنا عندنا تذاكر بتخلص؟ فاكر الموضوع ده مضايقني. لازم التذاكر الناس تروح تحجز التذاكر، والله العظيم ما تتفهوش من الماتش، يعني ما تتفهوش منه. اتمنى ان احنا نكون في ظهر فريقنا ونشجعهم، واتمنى الفوز بكره ان شاء الله.